صباح الخير، شو لفت الطرحة. صباح العسل، انا نازل عسل ازيكم. النهاردة الاول عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال، واهلا وسهلا بكل الناس الحلوين اللي موجودة النهاردة. وحشتني من زمان، ما اتكلمناش من زمان. ما عملناش get ready with me، ما عملناش فلوجات، ما عملناش حاجات من كل دي بقالنا فترة. فيلا بينا اول يوم تربية عسكرية. ربنا يستر عشان انا حقيقي متوترة جدا جدا جدا. دلوقتي الساعة 6 ماشي، المفروض ان انا اكون هناك الساعة 9 تبدأ اول محاضرة، فعلى الاقل اكون 8:30 هناك. يعني بابا جاي معايا عشان يعني يتكلم مع الضابط في حتة ان انا مروحش كل يوم، لان هيبقى ارهاق وتعب عليا جدا. فمش عارفة بقى اللي هيحصل، هل الضابط هيوافق، هل الضابط هيرفض، الله اعلم. فيلا بقى ايه، حاسه الفيديو قلب هيقلب نكد كده. صحيح بدري ليه كل ده معرفش، بس انا هتحرك من هنا 7:30، يعني اديت لنفسي وقت بزياده عشان البس واصور راحتي. مش طالبه معايا احط ميك اب النهارده، او بقالي فتره بقيت اللي هو عادي. ف رغم انها مش طالبه معايا احط ميك اب، فانا قدامي حاجات كتيره قوي هتتحط. هعد ومش هوريكم بقى. بصوا انا هقولك اللي انا هحطه. انا اكيد انتوا عارفين ان انا احط جل حواجب بدون منازع، هو ماشي. واستنوا، جبت الماسكارا الجديده دي من فتره، كنت وريت لكم كنت صورت لكم فيديو بيها برضو ماشي. و لسه جايبه جديد، كنت جبته قبل كده برضو بس كررته تاني عشان لقيته تحفه للبشره الدهنيه، حلو قوي. كنت عايزه اجيب كولاجرا بس ملقتش. حلو. المفروض ان ده السيرم الترطيب بحطه قبل النوم، بس لو انا خارجه الصبح بالشمس بحطه قبل الصن بلوك. اوكي. وهنا دي مسكرة الرموش والحواجب، هي مرهقة شويتين فهحط منها رموش وحواجب قبل ما احط الجل. حقيقي تحفة بجد، جايبة نتيجة في حواجبي واو من الاخر، يعني حلو قوي ماشي. كل اللي انا عايزه احط روج وماسكارا والبتاع ده ماشي. في ده بتاع كيكو ماشي، وفي الليب لاينر ده انا بحط روج، هو ليب لاينر بس انا بحط روج. وفي الابيض ده بقى بتاع ماكس سينما لسه جايباه جديد، درجته 202 بصراحه. هو هنا لون، واول ما بحط لون وبعد ما يهدى بيبقى لون تاني خالص. فانا هرطب وشي واحط الماسكارا واجيلكم. حطيت السيرم ماشي، السيرم وحطيت الماسكارا ماشي. بما اني صاحيه بدري، بما اني انا بصحى متاخر ومحبش افطر كمان، فانا مضطريه ان انا افطر طبعا، يعني مفيش نفس لاي حاجه ماشي. ف هروح احط بيضه تتسلق على ما اكمل لبسي، عشان انا مش عايزه افضل قاعده كده، انا عايزه انجز نفسي بقى. هلبس التيشيرت اللي انا وريتهولكوا قبل كده بتاع التربية العسكرية، بنطلون اسود، طرحه بيضه، كوتشي ابيض، شنطه لون التيشيرت، النضاره بتاعتي. بس دلوقتي لما نيجي خارجين هروح احط البيضه وابدا البس واجهز واجي اقول لكم احط لايك بقى واجي عشان عيني الطرحه مش راضيه تتظبط. انا حطيت ماسكارا مش عارفه مش باينه ليه، هي باينه في عين وعين لا. ولبست التيشيرت السكر بتاعنا ماشي. انا بس رحت باينه. هلف الطرحه، بس هلبس طرحه بيضه ماشي. بس ما حطيتش روج، انا بس حطيت ده هاخده معايا او مش هاخده مش عارفه. فانا دلوقتي محتاره احط كحل ولا لا. بس انا مش عايزه احط كحل عشان لو الجو هو مش بيسيح، بس الاحتياط واجب عشان ما يسيحش.
ولسه مش عارفه اختار درجه الروج، فانا ولا احط تنت ولا بلاشر ولا فاونديشن ولا كونسيلر ولا الهب هب دي. لا احنا مش عاملين العك ده كله، عشان انا ما بقاش فيه خلق ولا طاقه لكل هذا الكلام. يعني وانا بحكي لشهد قالت لي هو انت بتصحي عندك طاقه وخلق ان انت تحطي كل ده؟ ده انا بحط ماسكارا او كحل بالعافيه وبصحى مش شايفه قدامي. فانا هقوم بقى عشان افطر دلوقتي الساعه 7:15، هفطر والف الطرحه عشان اكتر حاجه بتاخد مني وقت. ماشي، واظبط الاوتفيت كلها واوريكم بقى. انا كده ايه، خلاص خلصت، لبست كل حاجه تمام. شويه بس الكاب بتاعي شكله وحش قوي، مش هلبسه لا. ماشي، والنضاره المسكره بتاعتي مش عارفه، انا مكنتش وريتها لكم اصلا قبل كده، ما وريتهالكوش في اول الفيديو طبعا، عشان انا بحط قطره وما بقاش شايفه. استنى شويه الدبوس المستفز اللي هنا ده كده احسن ولا احطه تاني؟ هحطه تاني للامان، بس احطه فوق شويه عشان الدكتور كتب لي على قطره بحطها مره قبل النوم، فلما بصحى بقى تبقى مزغلله عيني ما بقاش شايفه، ولو خرجت في الشمس برضو ما بقاش شايفه. حلو حلو، انا كده خلصت وجهزت. كده هتقع ودنيتنا تمام، اوكي جدا يعني. هو لسه بيلبس، يس حلو قوي. انا مش عارفه، انا تنحى كده الحس اللي هو مش عارفه، هو انا مش عارفه، هو انا ضفري اتكسر بصوا، فهقوم اقصه عشان مينفعش امشي بيه كده. طب ليه يعني كانوا حلوين وشكلهم حلو كلهم، يعني ليه؟ هاخد الشنطه دي معايا، استنى اهي، هلبس كشتي ابيض بس عشان الطرح، والكاب همسكه في ايدي لان انا مش هلبسه. هوريكم بقى وانا ماشيه، واستنى هقوم احاول اوريكم الاوتفيت كامل. وانا كده خلاص خلصت الشياكه والاناقه، مفيش منها كلام. ويلا بقى عشان نمشي، عشان دلوقتي الساعه 10:15. هنزل بتاع المستفز ده، ربنا مستفز والله العظيم مستفز. يعني انا هحطه في الشنطه كده، ما انا هعمل له ايه طيب؟ يعني اعمل له ايه؟ استنى عشان ما ننساهوش، قدري ونصيبي. حطوا لايك بس. واصلين وقابلت الحاجه فاطمه بنصور فيديو هنزله، هتدخلي فيه هنزلك. اوكي، هي مش عارفه انت تنزل ليه يا فرحه واحمر ليه؟ مش عارفه. طب ما استاذه شهد اديهم اي اشاره، سلمي عليهم، بعتي سلام لعمو علي. ازيك يا عمو علي؟ مين عمو علي؟ مين عمو علي؟ بابايا. عمو علي بابايا بيمسي عليك، انت بنقول بتدخليش. لك فرحه في عينينا. ماشي. والبتاع البولو بتاع زي الزفت، بس 100 كله في 100. لازم ابوظ عليكم اللحظه، لازم. انا ازاي فظيعه والله فظيعه. طب انت هتجيبني الدار ازاي؟ ويما هيعملني عشان دي كانت مية. انا كنت لسه بفكر ده كل ما حتى انا ما اتكلمش يعني ما اتكلمش عن هزعق يخرب بيتي. طلعنا بريك، وانا مستنيه الدكتور وائل يجي عشان اكلم الفوق
اشوف موضوع الحضور ده إيه نظامه. فدي قاعدة بقى صداع بجد، صداع، عايزة حاجة مسكنة. تمام. اطلعوا. هنتكلم زي محطات الكهرباء، زي مستودعات البترول، زي محطات المياه، زي مبنى المحافظة. امه وعيونه مش مليان دموع خالص والله، بس انا صباعي مش قادرة احركه ومتخبطتش فيه ولا اي حاجة. متسألنيش بقى عن شعري اللي طالع ده ولا عن اي حاجة، مفيش طاقة ولا في اي حاجة ان انا احكي لكم اي حاجة، بس بطمنكم بقول لكم ان انا رجعت سالمة غانمة الى بيتي. مش مرهقة من المشوار ولكن مرهقة من الحر. وانتظروني في فيديوهات تانية، ماشي؟ هبقى افتح لكم لايف وارغيكم عن الموضوع، واشوفكم على خير. حطوا لايكات وكومنتات كتير وارفعوا من روحي المعنوية عشان انا ارهقت من الحر النهاردة. وتحية مصر، مش عارفة اقول ايه والله. وشكرا جدا جدا للظابط المحترم، والله بشكره تحية يعني. ابقى اقدم له تحية عسكرية. باي باي عشان انا عايزة اخد شاور وانام عشان انا مرهقة. عارفين مرهقة؟ اهو انا مرهقة. يلا باي.